ببغاء الكونيور واحد من انواع كثيره في عالم الببغاوات ذات الحجم الصغير نوعا ما، لكن في منه احجام اكبر من كذا وحنتكلم عليها شويه. فيعتبر هذا الببغاء جميل واجتماعي وذكي جدا ولعوب، ويحبه كثير من هواة الطيور، وشائع عند كثير من مربين ومدربين الببغاوات خاصه، لانها تتمتع بدرجه عاليه من التفاعل والذكاء. طبعا هذا الشيء بجانب الوانه الزاهيه والمرتبه والجميله الملفته للنظر. اي محل طيور حتخش عليه او حديقه طيور حتشوف الحيوانات حيلفتك بالوانه الزاهيه والجميله وحركاته الغريبه اللي يقعد يسويها دائما في قفصه او حتى عند صاحبه. عنده سمات شخصيه مره كثير تجعل واحد من اذكى انواع الببغاوات اللي موجوده في العالم تقريبا. يعتبر ببغاء الكونيور صاحب الوان وتصانيف كثيره وكبيره جدا، واللي يميزه كمان انه في منه احجام اكبر مثل الجانداي كونيور او الصن كونيور او انواع ثانيه اكبر حنتكلم فيها. وبرضه لا ننسى انه هو شخصيه كوميديه ومرحه وحبوبه ايضا وشويه عضاء. على كل حال في هذا الفيديو راح نتعرف اكثر عن ببغاء الكونيور وناخذ من عنده معلومات كثيره وناخذ عنه اكثر. خليك معانا ولا تروح بعيد، صح؟ في البداية كده عشان نتكلم عن هذا الببغاء الجميل لازم نعرف ايش معنى كلمة كونيور، من فين جت هذه الكلمة. هذه الكلمة تقريبا هي كلمة لاتينية لكن اطلقوها كمصطلح، هو اصلا المصطلح اسمه كونيورز مش كونيور، لكن كونيور ماخوذة من الكلمة الاصل المصطلح الاسمي الخاص فيه، وتعني كمصطلح ببغائي علمي شوية انه ببغاء صاحب الذيل الطويل. باختصار جدا هذا هو معنى كلمة كونيور، واللي طبعا في انواع مختلفة من الطيور حصلت على هذا اللقب. كونيور العادي او النوع المتواجد صاحب الحجم الصغير، في انواع اكبر منه مثل ما قلنا حنتكلم عنها بعد شوي. نشأ هذا الببغاء في جزر اسم الجزر هذا الكاريبي المكسيك، وبرضه معروف ومشهور مرة في أمريكا الجنوبية. تعتبر هذه مواطنه جميعا ويحب يعيش في هذه المناطق لأن أجواءها والبيئة نفسها تناسب شخصية أو احتياج هذا الببغاء الرهيب، ومنتشر أكثر حاجة في أنحاء أمريكا اللاتينية. وبرضه حصلوا من هذا الببغاء الذكي الجميل مستعمرات موجود في الهند، عشان أكون دقيق أكثر في جزر الهند الغربية. خلينا نتكلم كذا شوي عن صفات هذا الببغاء الرهيب. يعتبر ببغاء الكونيور من صغير لمتوسط الحجم، بحيث يوصل طوله إلى 33 سنتيمتر ويوزن من 120 إلى 200 جرام. جسمه أقل نسبيا من حجم باقي الببغاوات الضخمة، لكن هناك في بعض الأنواع المختلفة من الكونيور لها ذيل طويل، وفي البعض لهم ذيل أقصر من الذيل الطويل. تختلف أنواعه وتختلف مسمياته أيضا كتصنيفات أو ألوان أو صبغات معينة. يعتبر لون منقار ببغاء الكونيور عادة ما يكون باللون الأسود مثل ما هو واضح، ويتميز أيضا بألوان ممتزجة يصعب وصفها بدقة. يعني مثلا عندنا هنا الجرين شيك حتلاقي عنده خدود ما بين الأخضر والأزرق، الرمادي الفاتح والأبيض، وراس كده تحس إنه كل ريشة لها لون خاص فيها أو لها جمال خاص فيه. منطقة الصدر، أعلى الأجنحة اللي لونها يجيك كده أحمر ما أدري من فين جاي، ما شاء الله تبارك الله، طبعا لون جميل جدا. وبرضه تلاقي فيه تدرج في الألوان بشكل غريب يوصل لين آخر ذيله واللي احنا نطلق عليها الأسلحة، تعتبر لونها أزرق غامق على أزرق فاتح، في سواد في نفس الوقت، في خضار وزراق وبرضه احمرار في اخر الذيل. الوان وصبغات مره رهيبه يا جماعه موجوده في هذا التصنيف. كل نوع من هذا الببغاء او تصنيف مختلف اخر عن الجرين شيك يعتبر فيه الوان واشكال ثانيه مره ممتعه وجميله، ومثل ما قلت لكم في المقدمه ملفته للنظر ايضا. ولعل وعسى انه اشهر انواع الكونيورات الصغيره هي الجرين شيك طبعا، ومرغوبه كثيره مره ما شاء الله نفس هذا النوع. وبرضه كحجم اكبر في عندنا الصن كونيور او الجانداي كونيور، وعندنا فيديو في القناه تكلمنا عنه بشكل مفصل من هو صغير وكيف هل هو ببغاء مناسب او لا، تقدر تشوفوا هذا الفيديو في القناه عندنا. وايضا واحد من اهم وافضل الحيوانات الاليفه في العالم تقريبا اللي ممكن يربوه كحيوان اليف موجود عندنا في البيوت، سواء حاب تشتريه كببغاء اليف او حتى حاب انك تنتج منه، ففي كل الاحوال هو ببغاء لطيف جميل ويحتاج شويه خبره في موضوع الولافه وفي موضوع الانتاج، مش مثل الببغاوات الثانيه سهل التعامل. يعتبر مرحله متقدمه شويه لشخص مبتدئ. مهم انه يكون عندك خبره ولو بسيطه عن عالم الببغاوات والطيور وطرق العنايه والتربيه لها علشان تقدر تقتني ببغاء مثل هذا الببغاء الجميل. وطبعا هذا الببغاء لا يغركم انه شكله صغير، لكن في نفس جنسه في انواع ضخمه منه مره، مثل ببغاء الباتاغونيا كونيور يعتبر حجمه اكبر شوي من هذا الاحجام، وبرضه الصن كونيور راسه وجسمه اكبر من حجم الكونيور العادي. مهم مره لما تيجي تختار ببغاء الكونيور انك انت تحدد القفص المناسب لهذا الببغاء، هل حيكون ببغاء واحد ولا له شريك في القفص، لانه ببغاء ممكن انه يتقاتل مع شريكه ويقتله نهائيا اذا كان يشعر بالغيره، اذا كان في ببغاء اقرب لك من الثاني. لذلك دائما احرص انك تشتري، اذا تبغى تربي من هذا النوع نوعين او ثلاثه حاول انك تشتريهم مع بعض من هم صغار يألفوا على بعض. لو جد ببغاء كبير مثل هذا الحلو معاه ببغاء اخر
اخر، فممكن انهم يتقاتلوا، كل واحد يطمح بانه يكون هو صاحبك فقط، ما يحبوا انه يكونوا متشاركين لصديق واحد او مربي واحد. هذه معلومه مره مهمه، وانا شخصيا ما تعلمتها الا بعد ما قعدت فتره طويله من اربي طيور وتعرفت على ببغاء الكونيور ايضا وعلمني هذا الشيء. وبالنسبه للغذاء الرئيسي فهو مثله او قريب شويه من ببغاء الكوكتيل والروز او اللاف بير، فهو يحب الحبوب المعروفه عندنا واللي يسموها عندنا في السوق اللي هو مخلوط الكروان او حاجه زي كذا، بيكون في مخلوط فيه كثير من انواع الحبوب المفيده والصحيه واللي يحتاجها هذا الببغاء كغذاء رئيسي. طبعا هذا ما يمنع انه احنا نعطيه وننوع له في اكله من بعض الخضروات والفواكه ونسوي جدول غذائي مره ممتاز يناسب شخصيته واحتياجه. وايضا لا تنسى انك تعطيه من بعض البقوليات والحبوب، واحنا قد تكلمنا في هذا الموضوع، تقدر تشوف القناه في جداول غذائيه او بعض الوجبات الرهيبه المناسبه اللي يحب ببغاء الكونيور. اذا كنت تحتاج هذا الببغاء علشان تنتج منه فانت ما تحتاج انك تقضي وقت طويل معه في التدريب، ممكن تخليه ببغاء اليف وبعد كذا تالفه على او تزاوجه مع ببغاء اخر من جنس اخر، طبعا ذكر وانثى، وخلاص يعتبر هذا مشروع انتاج لك في المستقبل، ممكن تعتني في فروخه في المستقبل ايضا. لكن لو انت ماخذه علشان تدريب فلازم تعمل في الحسبان انه مهم مره تاخذه من هو صغير كفرخ او تاخذه شويه في عمر اكبر من الفرخ، يعني مثلا تتكلم عن 6 شهور لحد سنه، هذا العمر مناسب علشان يبدا معاك حياه جديده ويتعلم منك اكثر، وبعض التدريبات والحيل اللي ممكن ننفذها مع هذا الببغاء الرهيب اللي جاء هنا وخبص لنا الاستوديو تقريبا. تقدر انت بطريقتك تخلي الببغاء يشعر بالراحه بالارتياح ويشعر ايضا بانه في المكان المناسب، وممكن يألفك اكثر ويحبك اكثر اذا انت مهتم فيه وتقضي معاه يعني جزء من يومك، تلعب معاه وتدربه وتسوي معاه حركات، تتفاعل معه. الببغاء مره يحب التفاعل ويحب يسوي حركات مره كثير. ونصيحه ايضا قبل ما تشتري هذا الببغاء لازم تكون عارف انه ببغاء نشيط جدا ما يمل من اللعب، فلازم تكون عارف انك انت راح تقضي معاه او تعطيه كثير من الوقت، لانه هو محتاج هذا الشيء منك عشان يستمر في العطاء وفي الحياه ويكون على طبيعته، ما يكون مريض او تعبان او عنده اي حاله نفسيه. تقريبا يتراوح سعر هذا الببغاء عندنا في المملكه العربيه السعوديه من هو صغير لحد هو كبير، يعني حسب النوع من 450 ريال تقريبا، نتكلم على 150 دولار امريكي وانت طالع، ويصل لمبالغ اكبر من كذا على حسب نوعه او حجمه. لكن الانواع اللي معروفه عندنا في السوق هي تقريبا توصل من 450 400 لحد 600 700 ريال، هذا هو السعر. وقبل ما انهي هذا الفيديو حاب اقول لكم على كم نصيحه كذا ممكن تفيدكم لو انتم عندكم ببغاء كونيور او حتى مخطط انك تشتري هذا الببغاء. لا تخلي الببغاء لوحده فتره طويله او انك تحرمه من انه يطلع من قفصه اذا كان ببغاء اليف، هو يحتاج انه يحرك جناحه ويحب انه ينطلق في المكان اللي انت موجود فيه، ويفضل لو انكم تتعاملوا معاه جميعا بنفس المعامله، لانه حيحب يشارك العائله جميعها وجميع افرادها، وحتلاقيه يتنقل ما بين راس لراس اخر او من شخص لشخص اخر. واذا انك حاب برضو تفرق بين الذكر والانثى في هذا الببغاء فالافضل انك ما تتعب نفسك كثير، ما في علامه بارزه في هذا الببغاء تعرفك اذا كان هو ذكر ولا انثى، فهو يحتاج منك انك تحلل له تحليل الدي ان اي او الحمض النووي علشان تعرف ايه جنسيته عن طريق المعامل اللي موجوده في مختلف انحاء العالم. واحنا برضو تكلمنا قبل كده كيف ممكن تسوي هذا التحليل مع ببغائك المفضل، موجود عندنا في القناه. حاول دائما تهتم بنظافه الببغاء وفي مكانه اللي هو موجود فيه، المحيط حقه، هذا شيء مره مهم مع اي نوع ببغاء موجود عندك، لانه يبطل مفعول او انتشار او تكوين بيئه خصبه للبكتيريا والفيروسات، فانت تمنع هذا الشيء انه يظهر في المكان ويسبب رائحه كريهه. الببغاء بريء من هذه الروائح اللي انت سببتها باهمالك لهذا القفص، فلذلك دائما لازم انك تكون شريك معاه في نظافته وفي مكانه، في انك تعتني في المكان. يعني ايضا لا تنسى الالعاب مره مهمه تكون موجوده في قفص هذا الببغاء. بعض الالعاب ممكن تصنعها بنفسك زي ما سوينا اصنع بنفسك، فيديو برضو موجود مره مهم تقوم تشوفه، او انك انت مثلا اذا ما عندك وقت ومو حاب انك يعني تسوي الحركات، يعني ما تحب تصنع بنفسك، ممكن تشتري العاب له جاهزه فيها الوان واشكال وحركات حلوه او يحبها الببغاء ويلعب فيها. لا تنسى ايضا انك انت دائما تحاول تتابع ببغائك وتتابع صحته عن طريق طبيب بيطري بين فتره وفتره. طبعا ما نتكلم هنا عن شهاده ولا نتكلم عن تحصينات او ابر، ما نتعامل بهذه الطريقه مع الببغاوات ولا افضلها انا شخصيا، مش مثل القطط يعني او بعض الحيوانات الثانيه مثل الكلاب وانتم بكرامه. لكن الببغاء لا زال برضو يحتاج متابعه مع طبيب بيطري يطمع على صحته، على ارجله، على شكله، وعلى برضو نظافته وريشه، هذا امر مره مهم. ولكن لازم دائما احنا نقول الوقايه خير من العلاج. لكن انا انتهيت انا وصاحبي اليوم الموجودين في هذا الفيديو، طبعا احب اشكره على وجوده معي في الفيديو واقول لكم شكرا لكم في هذا الفيديو، نشوفكم ان شاء الله فيديوهات جايه كثير، ولا تنسوا اشتركوا معنا بالقناه وتفعلوا الجرس، نشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، في امان الله.